انتشر في الآونة الأخيرة الكلام بين بعض طلبة العلم والقدح في بعض مشايخ أهل السنة الذين ينافحون عن الحق بألسنتهم وأقلامهم كالشيخ ربيع المدخلي وغيره، بزعم أن هؤلاء المشايخ لم يسلم أحد منهم، وأن الأمة بحاجة أن تأتلف وتتفق وتترك الردود فيما بينها. فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ الواجب هو التنافع والتعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان يحفظ لسانه عما يعود عليه بالمضرة، ونقلة الردود ما إذا كان الأمر يقتضى رد أي مانع يمنعنا ليس مطلوب. إذا كان هناك أمر يقتضى رد أي مانع يمنعنا رد، يعني معناه أن المنكر أو الضغط إذا يجب يعني لا يرد عليه يترك، ولم يرد عليه منكر عليه، هذا لا يترك ولا يجب، بل هذا من النصيحة، وهذا من يعني من المعروف أنه عن منكر. فالحاكم الإنسان عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يعود عليه المضرة، وأن الإنسان إذا حصل منه رد في محله فإن هذا يعني من النصيحة ومما فيه فائدة ومما يعود عن نفسه الفائدة.